السلام عليكم إخواني أخواتي. في البداية كنهني بزاف المنتخب الوطني على الفوز ديالو بكاس إفريقيا للمحليين، وكنهني كذلك المدرب المغربي الهادئ والكفء طارق السكيتيوي بهذا الإنجاز الكبير. إلى أنا قررت أنني ندير هذه القناة باش نفضح جميع الممارسات اللامسؤولة، فالهدف ديالي هو أن المغرب يكون عنده بحال هذه الإنجازات اللي نفتخروا بها في جميع الميادين، ماشي غير الكرة. أنا اليوم في وجدة عاصمة الشرق، واللي موجودة في الحدود المغربية الجزائرية، حيث عندها علاقة بالموضوع ديال اليوم. غنعرفوه بعد هذا الفيديو اللي كيعطي لمحة على المدينة. أنني نكمل موضوع غلاء العقار، ولكن ملي بديت كنتفرج على الأجواء بعد المقابلة تصدمت بزاف من بعض الأشخاص والقنوات اللي كتسد الجزائريين وكتهمهم بالحقد من هذا الفوز، ويجيبوا هضرة من هنا ويلصقوها مع أخرى هنا باش يخلقوا موضوع ما كاينش من الأساس. وكنسول راسي، إلى الماتش في نيروبي والمنتخب لعب مع مدغشقر والحاكم كاميروني، بغيت نعرف اش دخل الجزائر في الموضوع. اللي بان ليا في هادو ما همتهم لا كرة لا منتخب، هادو ما عندهم ما يسالي بغير يشعلوا العافية بين الشعبين. هادو دايرين بحال داك التلميذ اللي خاصو لا بدا يكتب في الانشاء زقزقة العصافير، الا ما كتبهاش كيبان لي غيعطيه الاستاذ صفر. واحد الخطره عطى الاستاذ موضوع الرحله في القائره، صاحبنا كتب الانشاء، ملي بدا كيراجعو تلاقى ما كتبش زقزقة العصافير، وتلاف فين ما بانش لي فين يزيدها. شويه طاحت عليه واحد فكره جنهاميه، كتب في الخاتمة: وعندما وصلنا قرب المطار سقطت الطائرة في الحديقة وزقزقت العصافير. هو قاع سمح في راسو في اللي معاه تقلب بهم الطيارة باش يكتب زقزقة العصافير. هي ديال هاد المفتنين تجيب ليه أي موضوع لا بدا يدخلوا فيه الجزائر، وللأسف عندهم جمهور اللي كيتصنت لهم ربما من الجهل بالعلاقة الوثيقة بين الشعبين. قبل ما نشرح بعض النقط اللي كتوضح هاد الأخوة بين الشعبين، غنشوفوا واحد المقطع من الخطاب الملكي اللي كيستنكر فيه العاهل المغربي هاد الأصوات اللي هي في الحقيقة قليلة ولكن مسخرة لها الإمكانات الكبيرة باش يعلى الصوت ديالها. وصراحة مازال سؤال كبير لمصلحة من كيخدموا. أما فيما يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين. وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية غير معقول ويحز في النفس، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
هذا راه موقف واضح وصريح من أعلى سلطة في البلاد، واللي كيفرض أن السلطات عندنا تجسد هذه الإرادة الملكية وتجرم أي واحد يسب الجزائريين أو يشعل نار الفتنة بين الشعبين. فعلا كاين مشاكل سياسية بين المغرب والجزائر، خصوصا في موضوع الصحراء. حنا المغاربة كنقولوا وكنآمنوا أن الصحراء مغربية، وهما كيقولوا لا. ولكن هذا المشكل نخليوه للسياسيين يشوفوا كيفاش يحلوه بالتي هي أحسن، ونبقاو حنا خوت، حيث اللي كيجمعنا أكثر بكتير من اللي كيفرقنا. وهنا غنعطيكم بعض هاد النقاط القوية بيناتنا. الدين واللغة، كيجمعنا دين واحد واللغة العربية. المصاهرة والقرابة، كاين علاقات نسب كتيرة بين المغرب والجزائر، وبزاف ديال العائلات المغربية ساكنة في الجزائر، وكذلك العكس. في مدينة وجدة أو سوسن ووهران كيجسدوا هاد العلاقة بقوة. اللهجة، المصري يكون صعيب عليه يفهم المغربية، ولكن الجزائري كيفهم من المرة الأولى 90% وأكثر اللهجة المغربية، وحتى المغربي كيفهم مزيان اللهجة الجزائرية. المكون الأمازيغي، كاين أمازيغ في المغرب وكاينين في الجزائر بنفس الثقافة ونفس الرموز. الرموز السياسية، المناضل الكبير المهدي بن بركة عاش في الجزائر وتخرج من الجامعة الجزائرية، والرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة تزاد في المغرب واختو عاشت في وجدة، وحتى الرئيس بوضياف عاش في قنيطرة. المقاومة ضد الاستعمار، تأسيس جيش تحرير المغرب العربي، وكان فيه أسماء كبيرة من المغرب بحال عبد الكريم الخطيب وعبد الرحمن اليوسفي، ومن الجزائر أحمد بن بلة وحسين آيت خمد ومحمد بوضياف. الفنانين في البلادين ما عندهمش هذا المشكل، بل بالعكس كتلقاهم كيديروا أعمال مشتركة، بحال هاد اللقطة المعبرة بين الفكاهي الجزائري عبد القادر السيكتور والفنان المغربي القدير حسن الفد. حنا ونسيو كومبلات اخويا حسن. حنا الله يدوم علينا بضاد. امين. الله يجعل بضادنا بضاد حكامنا. امين. الله يجعل بضادنا يشتت ديك الحدود. امين. الله يجعلو بضاد بلا حدود بيناتنا. الله يجعلو بضاد بلا حدود بيناتنا. كلنا كنعرفوا العداوة التاريخية اللي موجودة بين السياسيين فرنسا وبريطانيا. واش اللي ربحت فرنسا كاس أوروبا ولا كاس العالم عمر شي واحد سمع شي فرنسي ولا قناة فرنسية كيقولوا راه الإنجليز ميتين بالسم والحق بالفوز ديالنا؟ لا، مستحيل، حيت الناس متطورة في عقلها، ما كيخلطوش الأمور. السياسة خليها للسياسيين، والكرة حدها التيران والفراجة. غنجيب لكم مثال حي على الاحترام والتعايش. كندا فيها ولاية كيباك الفرنكوفونية، ولأن الناس ديال هاد الولاية عندها لغة وهوية مختلفة بزاف على الناس باقي كندا، تعطاها حكم ذاتي موسع كيسيلوا الروسهم تقريبا في جميع الميادين تحت راية وسيادة كندا. عندهم أحزاب انفصالية بحال الحزب اللي حاكم نيت الولاية دابا، وكتصرح أن الكيبك مستعمرة من الإنجليز، وكيطالبوا بالاستقلال، وعندهم أتباع كتار. ولكن هذا الاختلاف بقى غير عند السياسيين، وما يمكنش تلقى أشخاص أو قنوات في الولاية تسب الإنجليز، ولا أشخاص أو قنوات من باقي كندا تسب الكيبيكيين. علاش؟ لأن أولاً لا حكومة الكيبك ولا الحكومة الفيدرالية كتجرم السبان والعنصرية، ولكن كذلك لأن الناس كبروا وتربوا في التعايش واحترام الآخر رغم الاختلاف، حيث تلقوا فيه الخير الكثير للبلاد والعباد. كان طالب من السلطات في المغرب ولا الجزائر يعاقبوا كل واحد يسب الشعب الآخر، وكذلك كنتمنى باش ياخدوا مثال كيبك كأرضية يحلوا به مشكل الصحراء المغربية بما فيه المصلحة والخير للجميع. وكنترجى من المغاربة ولا الجزائريين ما يشجعوش هاد المفتنين لا بالمشاهدات لا بالتعاليق باش نعزلوهم، لأن اللي كيشجعهم كيرتكب وزر كبير في حق الرحم بين الشعبين. خاصنا نفضحوهم ونبينوا ليهم أن ما عندهم بلاصة عندنا. إيوا، بالسلام عليكم هاد الساعة، وغنودعكم بهاد المقطر. خاوة خاوة ماشي عداوة، وما تنسوش شعار لا زهور المفضحة، بإيجابية نفضحو باش بلادنا نصلحو.